بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالنا سؤال مهم على القناة، وهو هل أكل البرسيم كل يوم بيربي ديدان؟ أحب أقولك إن مستحيل أكل البرسيم يوميا يعمل ديدان للطيور. طول عمرنا بنربي، طول عمر أهالينا بتربي وبتأكل برسيم، وإحنا بنأكل برسيم للطيور. عمر ما تربت ديدان للطيور بسبب البرسيم. اللي بيربي ديدان للطيور هي العلف الغير صالح للاستعمال، يعني علف مغشوش، علف فاسد، او علف جات عليه مية وعدى عليه 6 ساعات. يعني علف يكون عدى عليه 6 ساعات مصاب بمية، يعني حتى لو كان نوع العلف اللي انت بتستعمليه علف جيد ورحتي جات له مية، او المكان اللي اتحط فيه العلف اللي انت مخزنه فيه العلف جه عليه مية، او حطيتي مية على العلف، فكده العلف باظ وهيربي ديدان، هيقعد وهيتخمر وهيربي ديدان. لو اكلتي اكل للطيور، والاكل اللي هي بواجي البيت، يعني بواجي المطبخ وبواجي الاكل، مثلا اكل بايت، وفي الصيف الاكل حمض او حصل حالة تعفن، في الحالة دي الطيور لما هتاكلها هتربي ديدان. العيش لما يصوف ويجيله عفن خبز وتيجي تأكليه للطيور، هو ده اللي بيربي ديدان. لكن البرسيم ما بيربيش ديدان. ولكن البرسيم لما اجي اكله للطيور ما اكلهوش وجبة صباحية، يعني وجبة الصباح الصبح لازم تكون علفة دافية، زي ما قلت قبل كده في الفيديوهات. لازم تكون وجبة الصبح وجبة علفة دافية. ليه؟ علشان تحميه للطير من البرد، لان البرسيم بيكون ساجع. يعني احنا في فترة الشتاء دي البرسيم بيكون ساجع. انا لما باجي ادي البرسيم للطيور بديهولهم امتى؟ بديهولهم في الظهر، تكون الشمس نزلت على البرسيم والندى مش موجود عليه، ما يكونش عليه ندى. وتقريبا انا غالبا بشتري كمية البرسيم اللي بتكفيني طول الاسبوع، بستعمل منها كل يوم شوية والباقي بنشره. يعني ما بحطهوش مكوم على بعضه، بنشره وبهويه كده زي ما بنهوي الخضرة عشان تنشف. وبحطه لهم برضو حتى لو هو ناشف، زي النهاردة مثلا انا حاطه لهم البرسيم، حطه لهم ناشف، فلما بحطه برضو ناشف بحطه فترة الظهر بعد الوجبة الصباحية اللي بحطها لهم، اللي هي العلفة الصباحية، اللي هي بتكون عبارة عن دشيشة او علف او اي حاجة ناشفة، او عيش مدشوش الصبح بيكون ناشف، فبديهولهم ده اللي بيفطروا بيه. الارانب لما باجي بحط لها الاكل، بحط لها الاكل بتاعها الاول العلفة الدافية، سواء كان عيش ناشف، ذرة مدشوشة اللي هي الذرة الصفراء، الذرة الصيفي مثلا، تمام، علف. بس انتوا عارفين انا قلت لكم قبل كده ان انا بحط علف في الفراخ للارانب، ما بحطش علف اللي هو علف الارانب، لان علف الارانب بيعمل اللي هو بيجيب اللي هو المرض الفيروسي، فيروس الارانب، تسمم فيروسي. فانا ما بحط لهمش علف الارانب، بحط لهم علف فراخ بيضة، اللي هو علف التسمين، ده بحطه للارانب اللي مولودة، او الارنبة اللي والدة، بيزود الحليب مع البرسيم، بيزود الحليب وبيكبر ما شاء الله. يعني لما بيبدأ الارانب تاكل فيه بتكبر. وممكن لو مش متوفر بحط الدشيشة الصفراء او الذرة الصيفي، او عيش مدشوش وبحطه، لكن ما بحط لهمش حاجة فيها مية نهائي. خلاص. والبرسيم بحطه يكون برسيم نزلت عليه الشمس معلهوش ندى، علشان ما يعملش انتفاخ للأرانب. فص التوم في المية للأرانب دي حاجة أساسية، خلاص، بتقضي على الديدان، بتقضي على الطفيليات. برضو نفس النظام، بحط أحيانا فصوص التوم. التوم مفيد ومضاد حيوي، فبحط فصوص التوم دي بحطها في المية للطيور، كمان ما بتخليش اي ديدان تحصل او تتربى داخل الطيور. ما فيش اي حاجة من الحاجات دي بتحصل نهائي، الحمد لله. عندي الحمد لله بفضل الله باكل برسيم براحتي، وباكل برسيم كويس جدا. بالعكس انا بعتمد عليه كاكل اساسي طول النهار، طول النهار. زمان الاكل كان كتير، كنت بنعمل اكل كتير وكان بيبقى فيه فضلات مطبخ كتيرة. دلوقتي مع ارتفاع الاسعار ويعني والحالة الاقتصادية يعني ربنا يصلح الاحوال، ما بقيش فيه فضلات طالعة من المطبخ. فاهمين؟ الوضع ده مش عندي بس، ده عند الناس كلها. يعني ما بقيش فيه فضلات طالعة من المطبخ، فنعتمد على ايه؟
هنأكل ايه؟ هنأكل برسيم. البرسيم هو ده اللي متاح معانا طول اليوم، فاكل البرسيم ما بيعملش ديدان. بالعكس انا كنت عامله فيديو قبل كده كنت بجصجص فيه البرسيم، قلت لكم ان انا لما ببقى فاضيه ما ورايش مذاكره للولاد، ما عنديش حاجه في البيت تتعمل وعايزه اسلي نفسي شويه، بحط البرسيم واقعد اجصجصه للطيور علشان اسهل عليها ان هي تاكله كله، ما يبقاش فيه حاجه قاعده. خلاص. فاكل البرسيم والله مفيد، بالعكس بيغذي الطيور، بيمدها بفيتامينات، بيخلي الطيور اللي انت هتربيها لانتاج البيض تبيض بسرعة. خلاص. لحياتك كمان لانتاج اللحوم، لو انت هتذبحيها هيخلي ريحة الطيور من جوه نظيفة، ما فيهاش ريحة الزفارة. البرسيم ما بيخليش فيه ريحة الزفارة في الطيور. البرسيم يا اخوانا انا بشوف السؤال ده موجود على كل جروبات التربية بتاعت الطيور، كل الجروبات بتاعت التربية كله بيسأل البرسيم بيعمل ديدان؟ هو البرسيم بيعمل ديدان؟ عمر البرسيم ما هيعمل ديدان. شوفوا العلف اللي انت بتأكليه، لو بتأكلي علف للطيور العلف هو اللي بيعمل ديدان، لو العلف مغشوش. العلف لو سيء او علف رديء، هو دلوقتي حتى الرديء سعره غالي، ولكن لو العلف مغشوش هو ده اللي بيربي ديدان عند الطيور. ازاي بقى ان انا اعالج الديدان اللي موجودة عند الطيور؟ اولا تعزلي الطيور المصابة بالديدان. الطير المصاب بالديدان بيخس، مش بيبان عليه اكلته بتكون يعني مهما ياكل بتكون يعني ممكن يبقى عنده شراهة وبياكل لكن ما بيظهرش عليه اكل نهائي، والطير بيخس بطريقة رهيبة. فانت بتعمل ايه؟ بتاخد الطيور دي بتعزليها، اول ما بتلاقي اعزكم الله في البراز بتاعهم ديدان بتبدأ تدي أدوية الديدان، وهكتب لك اسم دواء الديدان دلوقتي. ده بتديه بمقدار جرعة لمدة 3 أيام، بتديه لمدة 3 أيام متواصلة. خلاص. بعد كده بقى بتعتمدي على ايه؟ الكلور في المية كوقاية من الديدان. حطي في المية 1 سنتي كلور على لتر مية، ده كل اسبوع. بعد كده بتحطي الخل في المية، الخل في المية كل 3 ايام. الليمون ده يوميا. الجشر التوم او فصوص التوم تهرسيها، ممكن تهرسي فصوص التوم وتربطيها في شاش، اي رباط شاش كده او اي شراب لا مؤاخذة قديم، خلاص يكون خفيف، اربطيهم وارميهم في الطشت بتاع المية، طشت المية بتاع الطيور. تربطي شوية توم مفرومين حطيهم فيه واربطيهم في شراب او في حتة قماشة وحطيهم في المية للطيور. ده مضاد حيوي نظيف جدا، بينظف طبيعي، بينظف الطيور وبيخلي الطيور عندنا زي الفل. ده يوم تاني انا بصور لك فيه البرسيم وانا بحطه، يعني بصورت لك برضو البرسيم، انا بحط البرسيم يوميا، بقول لك البيت عندي الحمد لله ما يخلاش من البرسيم يوميا. خلاص. فالبرسيم مش هيعمل لك اي حاجة للطيور. يعني يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.